سلام، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بالنسبه في الفيديو ديال اليوم غنهضروا على طريقه ديال اعاده تفعيل التطبيق ديال بريد بنك موبيل. بالنسبه في هذا الفيرسيون اولا الاصدار الاخير ديال التطبيق ديال بريد بنك موبيل اللي كاين في بلاي ستور، راه دار واحد الخاصيه جديده تقدر تفعل التطبيق ديالك غير من خلال رقم الحساب ديالك وكذلك الرمز السري ديال التطبيق. المهم بلا ما نطول عليكم، خليكم معايا في هذا الفيديو، نبداو على بركه الله. اول حاجه غنديرو دابا غندخلو للبلاي ستور اولا الاب ستور على حساب النوع الهاتف اللي خدام به نتايا، وغادي توجه للبحث وغادي تكتب بريد بنك موبيل على هذا الشكل. من بعدها غادي يطلع لك هاد لابليكاسيون، هذا هو لابليكاسيون ديال البريد بنك موبيل. كما تلاحظوا معايا راه هذا هو اخر اصدار كاين دابا في بلاي ستور 15 ابريل 2024. هذا هو اخر ميزاجور داروا لهاد لابليكاسيون ديال بريد بنك موبيل. بعدا حنا انستاليو هاد لابليكاسيون، راه الحجم ديالها صغير تقريبا غير 22 ميجا بايت، وغادي نتسناوها علامه التالي. ومن بعدها فاش غادي تانستالا لينا هاد لابليكاسيون غادي نفتحوا لابليكاسيون ديالنا، غادي تكليكي على اوفغيغ فتح. من بعدها غادي تسنى شويه، من بعد فاش غادي تفتح معاك لابليكاسيون غادي تفتح معاك اول واجهه ديال التطبيق. هذه هي اول واجهه كما تلاحظوا معايا هنا، كيعطيك الا بغيتي تولي زبون عند البريد بنك، زعما الا بغيتي تفتح عندهم حساب اول مره. حنا ديجا عندنا حساب، وبالنسبه لهاد الخاصيه ديال ديمو داروها للناس اللي بغاو يتعرفوا على التطبيق قبل ما يفعلوه. كذلك كتلقى هنا الخاصيه ديال تغيير اللغه، حنا نخليوها بالعربيه. هنا كما تلاحظوا معايا عطينا هنا اصبح زبونا، وعندنا كذلك تفعيل بريد بنك موبيل. حنا نضغطوا على هذا التفعيل البريد بنك مباشره كيطلع لنا هذا الميساج على هذا الشكل. هنا انت ضروري ما تكليكي على هذا السماح للبريد بنك باستخلاص المعلومات الخاصه بنموذج جهازي المحمول. الا كليكيتي على لا راه ما يعطوكش تكمل. بعدا فاش كتكليكي على نعم كتفتح معك هذه الواجهه. على هادشي مطلوب منك هنايا في هذه المرحله تكتب رقم الحساب الخاص بك نتايا، متكون من 8 ديال الارقام. كما تلاحظوا معايا في الصوره هنا فين كيتواجد هذا رقم الحساب راه متكون من 8 ديال الارقام. كذلك مطلوب منك تدخل كلمه السر ديال التطبيق. الا كنتي ديجا فعلتي التطبيق راه كنتي كتفتح التطبيق بواحد الارقام المتكونه من 5 ديال الارقام. هنا تكتب دوك الارقام. في حاله نسيتي على رقم الحساب اولا كلمه السر تلقى هنا نسيتو الرمز السري. انت في هذه المرحله كتدخل هذه المعلومات باش تقدر تسترجع الرمز السري ديالك. دابا الا رجعنا لهاد الصفحه انا ندخل هاد المعلومات اللي مطلوبين مني، رقم الحساب وكذلك ندخل رقم السري ديال التطبيق المتكون من 5 ديال الارقام. بعدا فاش ندخل هاد المعلومات غنكليكي على هاد تابع. من بعدها غادي يوصلني واحد الميساج. هذا الميساج الخوت فيه رمز ديال التفعيل متكون من 6 ديال الارقام. كما تلاحظوا معايا كيصيفطوه لك في النمره ديالك، في النمره باش فتح الكونت ديالك. الا رجعت دابا الميساج الخوت كما تلاحظوا معايا هذا هو رمز التفعيل. هنايا هذا هو الميساج ديال البريد بنك، انا مرحبا بك في البريد بنك، وهذا هو رمز التفعيل الخاص بي. غنكتبوا الخوت هنايا وغنكليكي على هذا التابع. هنا تيوصلنا هذا الميساج تم تفعيل تطبيقكم بريد بنك موبيل بنجاح. وبهكا نكون استرجعت الحساب ديالي بسهوله. دابا يبقى هنايا ندخل دابا انا كلمه السر الخاصه بالحساب ديالي متكونه من 5 ديال الارقام. ومن بعدها فاش غنكتب هذا الكود غنكليكي على هذا دخول باش يدخل معايا للصفحه او للحساب ديالي بشكل عادي. انا كما تلاحظوا معايا راه تفتح معايا لابليكاسيون بشكل عادي. هادو هما الخصائص اللي فيه. ديجا راه حطيت لكم واحد لا فيديوهات على هاد الخصائص، غنخليها لكم في صندوق الوصف. وهادشي الخوت دابا اللي كاين في هاد الفيديو. نتمنى يكون عجبكم. ما تنساوش الخوت تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا الجرس باش الا تحطات اي مواضيع على هاد الشكل يوصلوكم على شكون نوتيفيكاسيون او لا اشعار في التليفون ديالكم. يلا السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد.